الرحمن الرحيم وصباح الخير على حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير على حضراتكم. هنتكلم مع حضراتكم بعد ما يطلعوا من الغطسه، هتعرفوا قد ايه حضراتكم هناك على هم السبت اول شافوا ايه. نتحرك بالكاميرا وتتفرجوا حضراتكم احنا كده سجلنا الغطسه في اولها. اولا البحر دخل على نو. بصوا حضراتكم، احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان البحر حضراتكم فيه نوة الفيضة الصغرى، بعديها نوة راس السنة، بعدها طبعا الفيضة الكبرى. الفيضة الصغرى زي ما انتم شايفين اهوت البحر بدأ يشد. اي حد رايح طبعا يعمل غطس او رايح لاعمال الصيد، انت بتتابع عن طريق حالة الطقس من خلال جوجل او بعض البرامج. لو كتبت حالة الطقس الان في الاسكندريه وبيحدد موقعك، بتشوف حاله الطقس عامله ايه. هنطلع اهوت حضراتكم، هنطلع حضراتكم بالغطسه وهيحكوا لنا الوضع عامل ايه. طبعا مش هنرجع تاني ونقول لحضراتكم الفيسابيلتي وحشه عشان الناس ما تقولش الغطس في اسكندريه وحش. لا، الغطس في اسكندريه ممتع، لكن موضوع الرؤيه بتختلف حسب اتجاه الريح، حسب التيارات المائيه. يعني الكرنت النهارده تحت الميه جامد جدا اهو، واضح اهو. بصوا طريقه الجزر الميه. هجيبها لحضراتكم تاني والشباب طالعين. موضوع الشمندوره ده بنوه بيه برضو مهم جدا جدا. دي حاجه المفروض طبعا انا النهارده بعمل غطسه لازم يبقى معايا المارك او العلامه. بيعملوا دلوقتي خلع الزعانف، ممكن تطلع بظهرك بس طبعا عشان في المنطقه عاليه وواطي بيخلع الزعانف عند مستوى الميه، يعني المنتصف، بياخد الزعانف تحت الابط وبيبدا يتحرك قدام حضرتك. وهيحكوا لنا الاثنين دول طبعا اهوت البادي بتاعه ده 3 ستار وده 2 ستار. هيتكلموا معانا ويحكوا لنا ايه اللي هم شافوه بالغطس والطلعات العاليه اللي بيقولوا عليها. اجمال 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 اجمال. الحمد لله على السلامة. قربوا كده شوية كده وسمعوني مع صوت البحر وشفاف. صراحة دكتور متعة متعة صراحة. الأحياء البحرية تحت متعة، والسمك والكابوريا كل حاجة تحت. يعني بجد يا ريت أي اسكندراني يجي يجرب الكلام ده. حلو أوي والله. اسكندراني بس ولا كل المحافظات؟ الدنيا كلها. الله أكبر. زي ما وعدت حضراتكم قلت لكم إن أنا هخلي الفيديو طبيعي جدا أهو، لا ما ولا قطعنا ولا منتجنا ولا حاجة. فعلا المايه تحت كانت صافيه جدا، كان في رؤيه النهارده كويسه. الرؤيه كانت جميله جدا، وكانت ما كانش فيه سحب تحت ولا كان فيه تقلبات في المايه، والدنيا كانت في بدايه الفيديو قلت لحضراتكم الكرنت سبحان الله، اللي التيار الميه الموجود داخل المينا ما كانش مؤثر عليهم. طبعا اللي في الشيء غير اللي بره. انا حكمت من بره لكن هم عكسوا كلامي، وكانت الرؤيه النهارده كويسه. نسبه كام في الميه الرؤيه؟ النسبه كانت 80%. 80%. وطيب والكرنت كان تيار الميه عامل ايه تحت بصراحه؟ لا كان خفيف، ما كانش عالي، ما كانش بالقوه اللي احنا عارفينها. طيب كلم الناس بقى اللي محبين لمجال الغوص بصراحه عن الغطسه وخد راحتك. الغطسة متعة يعني، محدش هيفهم الوصف اللي جواه غير لما ينزل يجرب. بأمانة والله. الغطسة تحفة، والأحياء البحرية سبحان الله سبحان الله. اولا تدبرك في خلق الله ساعه، اكنك احتكاك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين، او يعني فيما معنى الحديث لو كنت اخطات يعني حاجه يعني شبيهه من هذا المعنى. احكوا لي بقى بامانه ايه الجمال الاكثر في ايه بالظبط؟ السمك في انواع سمك غريبه تحت وملونه، والكابوريا في كل حاجة يعني، في كل حاجة تحت. مبسوطين مع الدكتور رفعت حمزه في الغطس؟ أكيد طبعا يا دكتور. عملتوا كام غطسه النهارده؟ 3 غطسات. 3 طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه راقيه. ندخل تحت الميه ونحل عدتنا، مهم جدا. واشوفكم على خير في الغطسات القادمه باذن الله. ان شاء الله جايه مركب.